رابع مجال لو عايز ان انت تشتغل اونلاين او يبقى عندك مصدر دخل اونلاين، هو التعليم او الكورسات، سواء اونلاين او اوفلاين. الموضوع بكل بساطة هفهمك الموضوع جه معايا ازاي. بس فكرته ان انت عندك خبرة في حاجة معينة، وفي حد محتاج الخبرة دي او محتاج يتعلم الحاجة دي، فانت بتعلمها له، وسواء في صيغة بقى كورس او سيشن او استشارات او ايا كان. الموضوع برضو بدأ معايا بعد ما اشتغلت في المجال الاول والتاني والتالت، والحمد لله حققت فيهم نجاح كويس جدا. خلاص بقى في ناس كتيرة حواليا من صحابي عارفين ان انا شغال في اونلاين وببيع اونلاين وبعمل اعلانات وبسوق والكلام ده. فلما كان حد من صحابهم مثلا دكتور، مش عارف، حد عنده بيزنس، حد عايز يتعلم الاعلانات الممولة والتسويق وازاي يسوق للبيزنس بتاعه، فكانوا بيرشحوني ليه ان انا ممكن اقعد معاه اشرح له. وبالفعل كنت بقعد وبتفق على مبلغ معين مقابل عدد معين من السيشنز، وبقعد اعلمه فيه. والحمد لله لقيت يعني من بعد اول مرة عملت كده، لقيت فيدباك كويس جدا، وابتديت الحمد لله ان انا ازود ده. وحتى صحابي مره مع التانية ابتدوا ان هم يرشحوني لناس تانية، لانهم الحمد لله شافوا الناس بعد ما بتقعد بتتبسط وبتبقى حاسه ان اللي دفعته في الكورس ده حاجه قليله مقابل المعلومات والحاجات اللي فرقت معاهم في نتائج شغلهم. فالحمد لله الموضوع يعني كان لطيف. بس الموضوع بقى انا حبيته جدا، لان انا اصلا عندي شغف كده في حتة ان انا اعلم الناس. انا بحب ان انا اعلم وبحب ان انا ادي تدريبات، يعني حتى في اكتر من وظيفة لما كنت بشتغل فيها والاقي مثلا في موظفين جداد جم، كنت دايما انا احب ان انا اخد الصدارة في الحتة دي، في ان انا اللي اعلمهم. وده كان بيبقى سبب كتير في اكتر من وظيفة ان انا اترقى، ان انا ابقى تيم ليدر او ابقى ترينر في وقت قليل جدا، لان انا بحب اشرح للي قدامي وافهمه. فبدات بصراحه احس يعني بشغف كبير جدا في موضوع الكورسات ده، خصوصا بعد ان انا يعني اولا غير ان انا بعلم الناس وبلاقي فيدباك كويس من الناس، فدي حاجه بتبسط اي حد. مفيش حد مش بيتبسط لما حد يشكر فيه ويقول له شكرا وانت فرقت معايا في كذا والكلام ده كله. فبقى جزء اساسي من مصدر دخلي ان انا بدي كورسات. وبقيت كمان بدي كورسات، يعني نوعين من الكورسات. نوع من اول كورس مثلا او اول نوع من الكورسات هو ان انت التسويق والاعلانات الممولة وازاي تسوق للبزنس بتاعك، لان انا برضو اشتغلت مع اكتر من عميل في اكتر من مجال. وتاني نوعية كورسات هي ان انت ازاي مثلا لو انت عايز يبقى عندك مصدر دخل اونلاين، عايز تبدأ بزنس اونلاين، عايز تبقى فريلانسر. بفهمك بقى ايه هي الفرص المتاحة، وازاي ان انت تشتغل ده، وازاي تسوق لنفسك ده، وتقدر تشتغل ده ازاي، وتشتغل ده ازاي، وتسوق له ازاي، وتكسب منه ازاي. او حتى في نفس مجالك اللي انت شغال فيه، ازاي يبقى عندك اكتر من ريفينيو ستريم، يبقى عندك مصدر دخل من نفس مجالك ده، بس بطرق تانية انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها. انت ايا كان مجالك تقدر تاخد الخطوة دي، وتقدر انت تبدأ فعلا تقدم كورسات سواء اوفلاين او اونلاين. بس اهم حاجة في المجال ده بالذات، ان انت رقم واحد لازم يكون عندك الخبرة الكافية اللي فعلا انت هتقدر تساعد بيها العميل. ورقم اتنين يكون عندك القدرة على شرح المعلومات بطريقة سهلة وبسيطة، بحيث العميل يقدر يفهمها ويطبقها بسهولة. لأن اللي هقوله ده مرتبط بأول نقطة، وهي إن أنت يبقى عندك الخبرة الكافية. العميل اللي بياخد كورسات هو مش عايز معلومات نظري. العميل ده بيبقى عنده مشكلة معينة، هو عايز يروح لحد فاهم نوعية المشكلة دي واشتغل فيها وحلها قبل كده، فيقول له ازاي يحلها، فيطلع من عنده يقدر يحل المشكلة دي ويطور نتائجه. هو العميل عايز كده، العميل اللي بياخد كورسات عايز كده، مش عايز ان هو يقعد يسمع كلام جميل وشكله حلو. لا، هو عايز حل. اديني الحل ده، قول لي اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة. فانت لازم رقم واحد تبقى عديت بالتجارب دي، وقدرت تعديها وتطلع منها نتائج محترمة، وواجهت مشاكل معينة معظم العملاء اللي انت هتديهم كورسات يكونوا واجهوها بالفعل، وانت قدرت تعدي المشاكل دي. رقم اتنين انك تقدر تشرح ده بطريقة سهلة وبسيطة، عشان العميل اللي قدامك الموضوع بالنسبة له ما يبقاش صعب، يحس ان الموضوع سهل ولطيف، وتقدر انت توفر له الدعم المناسب لده. اتمنى ان انا اكون فدتك بحاجة، وان انا اكون مطولتش عليكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجاية.